النهارده بقى هنعمل شويه كده رز بالخلطه. بسم الله ما شاء الله، بالكبد والقوانص والمكسرات كده، حاجه معلقه منه بس توديكي في حته تانية. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ ايه رايكم في شكل الطبق؟ لا بجد شغل فاخر من الاخر. نغرف كده مع بعض ونشوف العظمه. طبعا قبل ما نبدا كده، لو اول مره بتشوفوني يا ريت تنوروني في قناتي المتواضعه وتحطوا لي الاشتراك. وقبل ما نبدا يا ريت اللايك الجميل يا جماعه، اللايك بيرفع الفيديو. لو استحقوا، لو الوصفه عجبتكم حطوا اللايك، الوصفه ما عجبتكوش انا متسامحه، وبرده ان شاء الله تحطوا لي اللايك. بصوا ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ حاجه كده من الاخر. اول حاجه هنبدا بيها الرز. بصلايه كده كبيره، حط شويه زيت ومعلقه سمنه، حته زبده اللي متوفر عندك. هفضل اشوح فيها كده كويس. انا عايزاها تاخد اللون البني، ماشي، عشان دي اللي هتغمق معايا الرز. انا مش هكرمل سكر ولا حاجه. تمام. طبعا انت عايزه اللون اغمق شويه، حطي معلقه سكر كده مع البصله، هتكرمل هيبقى لونه اغمق من كده. تمام. بس هو عامه الرز بالخلطه بيبقى لونه فاتح، مش زي الرز الصياديه بتاع السمك. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. اول ما تبدا تاخد اللون البني الفاتح زي ما انتوا شايفين، هضيف لها على طول كده الرز، ماشي. واهم خطوه عشان الرز يطلع معاكي مفلفل وحلو، تشوحيه في الزبده والزيت وشويه ملح وشويه فلفل اسود. الفلفل الاسود في الرز ده بالذات بيوديهولك في حته تانيه. تمام. هغطي عليه لغايه لما يبدا ان هو يتشرب خالص زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هديله تقليبه وهدي عليه النار لغايه لما يستوي معاه ويبقى زي الفل كده. ما شاء الله، شايفين يا جماعه؟ مفيش واحده لازقه في التانيه، اللهم بارك. هكمره برده كده وندخل بقى على الكبد والقوانص بتاعتنا الجباره. معايا بصلايه كده حلوه، عليها شويه زيت وحته سمنه صغيره كده، ماشي، او زيت بس المتوفر عندك، اي حاجه تمشي. اول ما تبدا ان هي تتشوح معايا كده وتبدا ان هي ما تغمقش قوي يعني. طبعا انا غاسله الكبد والقوانص ومقطعاها قطع صغيره، بس زي ما انتوا عارفين ان انا بحب احط دايما القوانص لوحدها الاول، ماشي، مع البصلايه كده. اسيبها من دقيقتين لتلاتة لاربعة 5 دقايق مثلا ولا حاجه، عشان بحيث ان هي تدخل في السوا. وهضيف لها على طول الكبده. انا عايزه اقول لكم ما بتزفرش ولا اي حاجه، بس بتساعد عمليه السوا بتاع القوانص، لان انتوا عارفين الكبده ما بتاخدش سوا. تمام كده زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك كده. خلاص بدات ان هي تتشوح معايا. انا طبعا غاسله الكبده لوحدها برده زي ما قلت لكم، ومقطعاها كده التقطيع بالمقص في الكبد والقوانص. عايزه اقول لكم سهل جدا جدا عن السكينه، ماشي. الكبد والقوانص لما بتتقطع بجد بالمقص بتخلص معاكي بسرعه جدا، وما شاء الله ما تاخدش في ايدك وقت، ماشي. شويه فلفل اسود كده محترمين وشويه ملح بس فقط لا غير. عايزه طبعا تضيفي توابل تانية انت وذوقك يا ست الكل. نقلب بقى تقلبتين كويسين كده، واسيبهم لغايه لما يتشوحوا معايا ويبقوا زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، ماشي. خلاص كده الكبد والقوانص ايه اتسوت معايا وبقت زي الفل. عندك اي نوع بقى مكسرات عايزه تحطيه، عين جمل شغال، سنيبر شغال، زبيب شغال، بندق، لوز، المتوفر عندك في البيت. لقيت عندي يا جماعه شويه عين جمل، قمت مكسراهم كده حتت صغيره وحط عليهم معلقه سمنه كده صغيره، وقمت مشوحاهم لغايه لما خدوا. دي ما ينفعش زيت، لازم سمنه، ماشي. ويا دوبك اديتهم تشويحتين كده 3 على البوتاجاز. خلاص كده تعالوا بقى نغرف الرز بتاعنا الجبار. ايه رايكم في الرز؟ بصوا يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك، لونه حلو جدا جدا، ومش بصي مش يعني مش معجن ولا حاجه، مفلفل وطالع زي الفل. اخلص كميه الرز اللي انا عايزاها في الطبق. طبعا انت عايزاه تعمليه بولات مفيش اي مشكله خالص، عايزه تخليه على طبق واحد زي ما انا عامله، انت وراحتك وانت ومزاجك، ماشي. بعد ما اسوي الرز بتاعي كده واخليه شكله حلو، اجيب بقى الكبد والقوانص بتاعتي وابدا كده اسمي الله واحط على الوش كده. انا عايزه اقول لكم بجد ان معلقه كده بالصوص بتاعها بالسمنه بكل حاجه بتوديكي في حته تالته. بجد حرفيا الرز بالخلطه ده يا جماعه من اجمل الوصفات بجد حرفيا يعني، ولازم تجربيه عشان تقولي لي بجد ايه رايك فيه. اخر حاجه بتتحط المكسرات كده من على الوش. وايه رايك في الطبق بجماله؟ لو عجبتكم الوصفه يا ريت اللايك.